عن سيرم، افضل سيرم بديل للبوتوكس والفيلر. السيرم ده حرفيا عامل ضجة على السوشيال ميديا. كل الناس بتشكر فيه. كل الشركة بتروج ليه. زي ما قلت لكم ان هو بديل امن ورخيص وفعال للبوتوكس، للقضاء على التجاعيد، للقضاء على الخطوط الرفيعة وخطوط الابتسام وعلامات ال111. فيا ترى سيرم اليكسير من سي ليت هل هو فعلا بيعمل كل الحاجات دي ولا لا؟ ويا ترى يستاهل الضجه حرفيا اللي السوشيال ميديا كلها مقلوبه عليها ولا لا؟ يا ترى ثمنه فيه ولا لا؟ كل الحاجات دي وكل الاسئله دي هتلاقي الاجابه بتاعتها جوه في الفيديو. يلا كملي معايا الفيديو عشان تعرفي كل اللي انت محتاجه تعرفيه. اهلا بيكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين انا مش عايزه اطول عليكم. احنا جايين النهارده نتكلم عن سيرم سي ليت اليكسير. شركه سي ليت زي ما احنا عارفين هي شركه مصريه. عامله سيرم بصراحة هو قنبلة، وعمل ثورة زي ما بيقولوا، عمل قلبان ودوشة على السوشيال ميديا. ان انت يبقى معاكي منتج رخيص، منتج اقتصادي على قد الايد، يغنيكي عن الفيلر، يغنيكي عن البوتوكس، ويبقى في ايدك بدل ما تروحي بقى لعيادات تجميل وشكشكه بقى وحاجات وفلوس كتيره قوي كده بنقعها. فالسيرم بتاع سي ليت اليكسير، السيرم دوت لو انت بتعاني من الخطوط الرفيعه والتجاعيد اللي حول العين والتجاعيد اللي هي حول الفم والمنطقه بتاعه ال111، ازاي بقى تعملي الحقن بتاع الفيلر والبوتوكس؟ لا، دي بيغنيكي عن ده كله، وكمان بيغنيكي عن المنتجات الغاليه اللي بتديكي كل المفعول ده. السيرم ده زي ما قلت لكم هو عامل ضجه حرفيا، الشركه بتروج له ان هو بديل البوتوكس اللي هيخلصك من اي تجاعيد، من اي خطوط في بشرتك، من اي خطوط في الابتسام، حوالين الفم، تحت العين، وهكذا. طيب انا جيت وانا عايزه اوريكم شكل العبوه، يا رب يكون ظاهر لكم ان انا اوريدي يعني مخلصاها، هي فاضل فيها بس ايه حاجه قد كده عشان اطلع اتكلم عنها. بعد تجربتي ليه في خلال شهر ونص في الحدود دي، يا ترى بقى كل اللي الشركه بتروج عليه على السيرم دوت صح وانا لقيته في تجربتي ولا لا؟ خلينا بس متفقين ان انا جايه انقل لكم تجربتي انا الشخصيه. تجربتي الشخصيه دي بتبقى عامه للمنتجات اللي هي ممكن تكون كويسه جدا وممكن تكون وحشه جدا. ده ملوش اي علاقه ان انا بفرض راي شخصي عليكي. انا بنقل تجربتي اللي ممكن تكون متوافقه مع تجربتك وممكن تكون لا. بس طبعا كده ايه، قبل ما ننشغل مع بعض ونتكلم في كل المكونات بتاع السيرم، اوعي تنسي ان انت تضغطي على زرار اللايك. زرار اللايك يا بنات مش هيكلفك حاجه، بس صدقيني هيساعدك ان انت بعد كده لما انزل الفيديوهات باستمرار الاشعارات على طول تجيلك اول ما انزل اي فيديو، وهيخلي اكبر عدد من البنات يستفيدوا من المعلومات دي. ويا ريت كمان تشيري الفيديو بقى لاصحابك واهلك عشان نرفع شويه ايه مستوى القناه. طيب تعالوا بس ايه نتكلم في حاجه كده، المكونات بتاعته. يعني ليه السيرم ده واخد ضجه كبيره جدا جدا؟ اولا شركه سيلت زي ما قلت لكم هي شركه مصريه، عايزه اقول لكم الكواليتي بتاعها ممتاز حرفيا. انا مجربه كمان منها سيرم الريتينول ومخلصاه، فلو انتوا برضو عايزين عنه ريفيو قولوا لي. بس خلينا في السيرم اللي احنا جايين نتكلم عنه ان هو قالب السوشيال ميديا حرفيا، اللي هو سيرم الالكسير. عايزين نعرف ايه هي المكونات بتاعته، ايه هي المواد الفعاله بتاعته اللي قلبت الدنيا دي. طيب هو اول ماده مكتوبه اهي، بصوا مكتوب فيه ايه؟ الارجالين، اللي هي الماده دي، ويا رب اكون بس ايه بنطقها صح. طيب الماده دي لما انا عملت سيرش عليها طلعت ايه؟ قالك ان الماده بتاعت الارجيلاين بتساعد على اخفاء الخطوط التعبيريه اللي حوالين العين، او في منطقه بتاعت 111، او في منطقه الابتسام. طبعا دي اكتر مناطق بيحصل فيها خطوط. ليه؟ لان دولت اكتر مناطق بيحصل فيها تعبيرات في الوجه، فبتلاقيكي بقى لو زعلتي هتلاقي 111 ظهرت، هتلاقي الكرمشه اللي حوالين العين، الخطوط الرفيعه اللي حوالين العين، منطقه الابتسام، وهكذا. فعشان كده حطوا لنا الماده بتاعه الارجيلاين اللي بتعمل على الاخفاء بتاعها. طيب في ماده تانية موجوده اللي هو يا رب يكون ظاهر لكم الكيو 10. طيب الماده بتاعت الكيو 10 دي بقى بتعمل ايه؟ دي بتشتغل ان هي بتبقى مضاده للاكسده قويه وجباره، وبتعمل برضو على ان هي بتشتغل على الخطوط الرفيعه، وبتشتغل على التجاعيد. بصراحه المواد دي لو انت عملتي سيرش عن كل السيرامات اللي موجوده في السوق هتلاحظي
ان لاول مره السيرم بتاع اليكسير اللي هو يعني فيه المادتين بتاعت الارجلاين والماده بتاعت الكيو 10 اول مره يستخدموا، اول مره ينزلوا كمواد فعاله، وبنسمع عنها في السوق المصري ان هم استخدموها في سيرامات. كنا على طول بنسمع ان المواد الفعاله دي هتلاقيها في السيرامات الغاليه قوي، في البراندات العاليه قوي، لكن ان منتج مصري يحطها معانا في السيرم بصراحه من اول ما قريت المواد الفعاله وانا كان عندي نوع من انواع الشغف، وان انا كنت متحفزه جدا. انا عايزه اجرب السيرم دوت، وعايزه اجرب المواد الفعاله دي. طيب في ايه كمان معانا؟ في نسبه من نايسيناميد بس هي مش موجوده هنا. بس النسبه اللي من النايسيناميد يا بنات اللي موجودة هنا مش نسبة عالية. ليه؟ هو مش معتمد هنا في تكوينه على النسبة الأكبر من النايسيناميد، يعني هو مش بيعالج لك التصبغات، مش بيعمل على التفتيح، لا هو حاطط نسبة بسيطة جدا من النايسيناميد كنوع بس من أنواع النضارة، كنوع من أنواع الإشراق، ليس إلا. طيب في إيه كمان؟ من ضمن الحاجات الحلوة قوي اللي موجودة في مادة اسمها، يا رب اكون بس ايه بنطقها صح، الريزيفرتير. بصوا ممكن اكون بنطقها غلط قوي يعني، بس هي برضو من ضمن المواد الفعالة. طيب دي برضو من ضمن المكونات اللي فيها اللي هي مضادة جدا للأكسدة. وفي مادة كمان حلوة قوي اسمها جينكو بيلوبا، يا رب بس اكون انطقها صح. المادة دي بقى فيها حاجة حلوة قوي، ان هي بتعمل على تنشيط الدورة الدموية. فلما انت بتنشطي الدورة الدموية هتلاقي عندك تحفيز للكولاجين، هتلاقي عندك كمان نضارة حلوة. كل ده اللي الشركة بتروجه، كل ده انا لسه ما نقلتش تجربتي، انا بشرح لكم المواد الفعالة دي بتعمل ايه. طبعا حجم السيرم كل انواع السيرم اللي احنا متعودين عليها حجمه 30 ملي. طيب ايه بقى يا بيبو اللي انت شفتيه في كل ده؟ وطبعا زي ما قلت لكم هو ميد ان ايجيبت، يعني هو سيرم مصري، وادي المكونات كلها. طيب انا عايزه اقول لكم، انا زي ما قلت لكم انا بقالي شهر ونص عايزه بس اوريكم الفورمولا بتاعته. اولا هو بيجي السيرم اهو، بيجي في قطاره. بصوا هو خلصان حرفيا، يعني انا قضيت عليه، بس عايزه اوريكم يا رب بس ايه يكون. بصوا او بصوا اهي الفورمولا بتاعته اهي، دي الفورمولا بتاعت السيرم. عايزه اقول لكم ان السيرم خفيف جدا، سهل قوي ان هو بيتشرب جدا، يعني انتي في ثواني هو بيتشرب، وتلاقي بشرتك كمان يعني خلاص هي شربته. تمام تمام. وزي ما قلت لكم اهو انا اوريدي مخلصاه. طيب ايه بقى اللي انا شفته من التجربه بتاعتي؟ طيب هو بيقولك ان هو بديل للبوتوكس. طبعا احنا كلنا بنستخدم كسيدات في عمليات التجميل بنستخدم البوتوكس ليه؟ علشان نقضي على التجاعيد. بيبقى عندنا تجاعيد عميقة جدا سواء بقى في منطقة ال 111 او في خط الابتسام او بصوا اهو اتشرب يا بنات، انا ملحقتش. بعد الاستخدام ايه اللي حصل لي؟ اولا هو نعم لي الخطوط اللي في منطقة الابتسام واللي في 111 واللي تحت العين، نعمها لي، بقت سوفت اكتر، بقتش بارزة اكتر منطقة عندي انا لاحظت فيها تغيير هي كانت منطقة ال 111، لان انا كان عندي فيها خط يعني يعتبر عمقه مش قوي، وبرضه ما كانش لسه حديث، يعني في الوسط. فهو ناعم بشكل واضح قوي بس ما اختفاش، وده اللي احنا لازم نوضحه ان هو ما اختفاش، بس هو نعمها بشكل حلو قوي. فعلا كان بيدي نضارة حلوة مع المداومة في الاستخدام. فعلا كل الخطوط الرفيعة او بداية التجاعيد هو فعلا كان بيعمل عليها وكان بينعمها جدا جدا. طب انت كده حيرتينا معاك يا بيبو، السيرم ده حلو ولا وحش؟ السيرم ده من وجهة نظري انا حلو هكرره تاني، بس خلينا نوضح هو ينفع لمين او هيبقى مهم جدا جدا لمين. الناس اللي عندها خطوط عميقة او تجاعيد عميقة بقالها سنين مش هيبقى فعال معاكي، مش هيضيعها لك. هي فعلا انت حلك هيكون البوتوكس والفيلر، عشان بس نبقى ايه واضحين. استحالة حد يكون عنده حاجة عميقة في بشرته بقالها اكتر من 5-6 سنين، يعني خلاص هي اتحفرت حرفيا، وتيجي تقولي لي ان بالسيرم ده هتضيعها. لا انت كده محتاجة فعلا تدخلي بالبوتوكس على طول. لكن البنات اللي هي
عايزه في بدايه الخطوط، في بدايه التجاعيد، هيبقى حلو معاكي جدا جدا وهينعمها لك، ومع المداومه هتبقى تتحسن بنسبه 70 ل 80%. البنات اللي لسه عايزه تعمل كنوع من انواع الوقايه، اللي هم في اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات، وعايزين يبداوا يهتموا بالبشره ويأخروا التجاعيد ويأخروا الخطوط، هتبداي تستخدمي وتدخليه معاكي في الروتين، هيبقى خطير معاكي وفعلا هيأخر ظهور الحاجات دي. طيب هيبقى حلو كمان لمين؟ اولا هو امن لجميع انواع البشره، وحتى البشرة الحساسة صدقوني، حتى البشرة المعرضة للحبوب هيبقى رائع يا بنات معاكم. خلي بالكم انا بشرة دهنية وبشرة فيها حبوب، فانا بشرة حساسة جدا، اقل حاجة بيحصل لي فيها التهاب. السيرم ده حرفيا ما سببليش اي التهاب، ما سببليش اي حساسية، ما طلعليش كمان حبوب، بعكس السيرم الريتينول. خلي بالكم سيرم الريتينول لما بنيجي ندخله في الروتين بتاعنا بندخله بحذر وبنبقى خايفين كمان لا يعمل اي حساسيه مع البشر الحساس. لا، السيرم ده امن جدا جدا جدا، بس في ملاحظه كمان، الحوامل والمرضعات لا ما يستخدموهوش. طيب طريقة الاستخدام بتاعته، أنا عن نفسي بستخدمه بالليل على بشرة جافة. بتغسلي بشرتك وبتنضفيها حلو جدا وتكون البشرة بتاعتك جافة، وتبدأي تحطي من السيرم ده، بس ما تزوديش، هو نقطتين 3 بالكتير قوي، وتبدأي تحطيهم على صوابع ايدك تدفيهم، وتبدأي تمشي بيهم على وشك كله. الميزة كمان من وجهة نظري في السيرم ده ان هو آمن جدا للاستخدام لمنطقة العين. ينفع تحت العين يا بيبو؟ طبعا ينفع تحت العين، ده هو اصلا مخصص للخطوط اللي تحت العين، فهيبقى حلو قوي معاكي ان انت تبداي تحطي له تعملي له مساج تحت العين على الخطوط الرفيعه، هيبقى رائع. انا بقى بالنسبه لي دي ميزه. هتقولي لي ليه بقى ميزه؟ لان هو هيغنيني عن كريم العين. خلي بالكم انا السيرم ده هيمشي معايا في وشي كله، هيقضي على التجاعيد كلها، فهيبقى كمان حلو قوي، وهيبقى موفر معايا كويس قوي ان انا استخدمه كمان تحت العين. حاجه كمان، السيرم ده ما تستخدميهوش مع مقشرات قويه هيسبب لك التهاب، ما تستخدمهوش مع سيرم فيتامين سي، لان سيرم فيتامين سي من الاحماض فهيسبب لك التهاب. طب ايه السيرامات الحلوه اللي تقدري تدخليها مع؟ حطي يا ستي هيالورونيك اسيد، هيديكي ترطيب رائع رائع رائع. وتقدري كمان تستخدميه مع الريتينول عشان تبقي مديه جرعه مكثفه للتجاعيد، هيبقى رائع. يبقى تستخدمي ده يوم والريتينول يوم بالتبادل، هيديكي افكت وبشره زجاجيه زي ما بيقولوا، ولا هتحلمي بيها، وهيقضي معاكي وهيأخرلك على التجاعيد، هيبقى حلو جدا. اهم حاجه بعد ما تحطي السيرم ده ووشك يتشربه لازم ترطبي، اهم حاجه الترطيب، كل بشره تحط الكريم المرطب بتاعها اللي يناسبها. انا كده نقلت لكم التجربه، حاولت الخصها لكم بسرعه زي ما بيقولوا. السيرم حلو رائع رائع رائع، بس زي ما قلت لكم رائع لمين؟ قلت لك طريقه الاستخدام، ما تستخدموهوش الصبح وتنزلي في الشمس، بصوا هيشلوح البشره حرفيا. وهو اصلا ما يفضلش على فكره ان انت تستخدميه الصبح، هو احسن حاجه ليه ان انت تستخدميه بالليل. وطبعا تاني يوم الصبح لازم تحطي الصن بلوك بتاعك، هو الصن بلوك اساسا لا غنى عنه صيف او شتاء لاي بشره، بغض النظر بقى عن السيرم، هو لازم تحطي صن بلوك عشان تحمي البشره. هنكرره تاني، هكرره تاني والتالت، واعتمدته خلاص في الروتين بتاعي. عايزه اقول لكم كمان ان الشركه بتاعت سيلت بتنزل عليه اوفرات حلوه قوي قوي، ساعات بتبقى قطعة والتانية مثلا 50%، وهكذا. تابعي بس العروض بتاعتهم على الموقع بتاعهم او خشي على الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك، رائع يا بنات وسعره حلو جدا. جربوه بجد وعلى ضمانتي. وزي ما قلت لكم اعملوا سيرش على المواد الفعالة، لان المواد الفعالة خطيرة، رائعة 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 من هنا لبكرة الصبح، حلو جدا. لو في حد بقى جرب السيرم ده ينزل في الكومنتات يكتب لي تجربته معاه. وطبعا لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو متبخليش طبعا علينا ان انت تحطي اللايك وان انت تشيري الفيديو، واللي مش مشترك يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.